يسعد كل أوقاتكم. معكم شيف منال ياسين. وصفتنا لليوم قالب المقلوبة بطريقة كتير سهلة وحلوة. عملتها أكتر من مرة قبل، عملت لكم إياها بالطنجرة وطلعت قالب، ولكن هالمرة عملناها بقالب التشيز كيك. إذا حتى عندكم قالب كيك كمان بيمشي الحال. رح تشوفوا الخطوات قد بسيطة وسهلة، ما بتغلب أبدا. والميزة الحلو فيه بقالب التشيز كيك انه بس بنفتح الجانب بيطلع لفوق، بيطلع القالب موجود، وبنفس الوقت لانه رح نرجعه بالفرن رح تشوفوا كيف بالفيديو الزيوت رح تنز منه، فهيك ما بيكون تقيل علينا وعليه زيوت كتير لانه المقلوبة كلها مقالي. خلينا نبلش بالمقادير والطريقة. طبعا رح نقطعه مطاول، نحط عليه مي باردة، ملح لحتى تروح المرارة منه، شي نص ساعة منقوع. الدجاج رح نكون سلقينه بكل بهارات، وبهاراتي أنا معروفة، رح أكتب لكم إياه إن شاء الله بالوصفة بالمنشور. ومثل ما أنتم شايفين رح نصفي الدجاج ونترك المي لنطبخ فيه الرز. رح نحط الدجاج بصينية ونحطه بالفرن تيتحمر شوي. الرز كمان بنطبخه 3/4 الطبخة الاستوى. رح نقلي بطاطا مطاولة وبتنجان رح نقليه كمان على جنب ونخليه على جنب. ننشف منه الزيت قد ما بنقدر بالمحارم الخاصة لامتصاص الزيت. والرز 3/4 استوى. رح نجيب قالب التشيز كيك، رح نبلش نحط نص الباذنجان جوا ونصه برا لحتى نغطي فيه آخر شي، ومنقربه بعد بهاي الطريقة لحد ما يكمل معنا داير من دار. بعدين نرجع بنحط كمية باذنجان بقاعة يكون ملزق طبعا اللي حطيناها أول طبقة. نرجع بنحاول امتصاص الزيت قد ما فينا. هلا رح نحط طبقة البطاطا. إذا دجاج مسحب فينا نحطه بعد طبقة البطاطا، ومنحط طبقة الرز ومنفرده كتير منيح. هلا عنا من مية المرقة الدجاج رح نحط تقريبا 4 معالق لأنه إحنا 3/4 استوى. رح نرجع نكرر العملية. طبقة باذنجان بطاطا، دجاج مسحب إذا موجود من غير عظمه، بعدين الرز. وهون بيكون أنا عملت طبقتين. بنبلش نجمع ونغطي الرز على الجوانب بالباذنجان، وباقي الباذنجان منصفه فوقها حتى يسكرها تماما. الدجاج عنا هون صار جاهز، رح نحطه فوقه ونغطيه بالألمنيوم فويل وعلى الفرن 20 دقيقة تقريبا، 350 أمريكي 180 عربي. ورح تشوفوا النتيجة النهائية قد ايه بتجنن. بس قبل ما نغطيه بالألمنيوم فويل رح ارجع احط شوي من مرقة الدجاج حتى يطلطري. شوفوا اللون قد ايه حلو وما رح ينحرق. انا بدي اياه ياخد الزيادة من طعمة الدجاج لانه انا ما حطيت بقلبه لانه الزدورة اللي عندي هون فيها عظم. اوكي، بس مثل ما قلت اذا الدجاج ما فيه عظم فينا نحطه بعد طبقة البطاطا اللي هي ثالثة قبل الرز. هون صار معنا جاهز وبنرجع من طوله من الفرن. شفتوا تحمر معنا وصار لونه بجنن. بنقيم طبقة التشيز كيك البرانية وهيك صارت معنا جاهزة. منرجع الدجاج فوقه، منزينه بالصنوبر واللوز ورشة كزبرة أو بقدونس مثل ما انتم شايفين. نتيجة كتير رائعة، طعمتها كتير طيبة، رح تاخدوا كل النكهة. ورح تشوفوا الرز ما خبص معنا لأنه إحنا طبخناه 3/4 استوى. رح تبقى كل حبة بحبتها. تيهدى شوي شي 10 دقايق منبلش نقسم فيه. بعده كان سخن هون لحتى يطلع معنا مثل قطعة متكاملة بكل الطبقات من باذنجان رز بطاطا باذنجان. ومنقدمه حدو سلطة بلبن مع خيار طبعا ورشة نعناع ناشف، ليمون وثوم مدقوق وبنخلطه كتير منيح وملح. وهي هي، او فينا نعمل سلطة عادية، شو ما بتحبوا فيكم تقدموا حدو. مثل ما انتم شايفين منظر اكتر من رائع، فكرة حلوة. والرز معنا بعده كل حبة بحبتها. ان شاء الله رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوها وتخبرونا شو رأيكم. لايك وتعليق ليرتفع المنشور لأكبر عدد. انتظروني بفيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفات رح تكون مكتوبة ان شاء الله مع الصور بقلب المنشور. نهاركم سعيد.